لو ماشي في الشارع مرة واتسرق منك حاجة في ايدك، ويشاء الرحمن انك قدرت تمسك الحرامي ده وقدرت ترجعها تاني، متخيل متخيل كمية السعادة والفرحة اللي هتبقى فيها برجوع الحاجة دي ليك تاني؟ ده بس لانك لما فقدتها عرفت قيمتها وعرفت اهميتها بالنسبة ليك. بس للأسف يا صديقي أحب أقولك إن الحياة مش دايما هتديك فرصة تانية عشان تعرف قيمة اللي في إيدك بعد ما تخسره. مش دايما بعد ما تخسر شيء وتكتشف إن هو مهم ومؤثر في حياتك هتعرف ترجعه مرة تانية. أنا حصل لي كده مرة، والدي قال لي هيجي يوم هتدور عليا ومش هتلاقيني، هيجي يوم تتصل بيا ومش هرد عليك. برغم ان هو كان بيقول الكلام ده وهو بيهزر، بس الكلام كان قاسي قوي، وعرفت قيمة الكلمة بعد ما مات، بعد ما راح مني، بعد ما حاولت اتصل بيه وفعلا ما بيردش عليا، بعد ما حاولت ان انا اسأل عنه وهو مش موجود. احنا دايما كده مش بنحس بقيمة الحاجة الا لما بتروح مننا، مش بنحس بقيمة الحاجة الحلوة الا لما بتضيع. ومن وقتها بدأت أحس بقيمة الحاجات الحلوة، وعرفت قيمة إن في حاجات عمرها ما تتعوض تاني، عمرها ما ترجع تاني. ومن وقتها بقيت أخلي بالي جدا من كل حاجة، بقيت أخلي بالي من حاجات كتيرة قوي كانت قدامي ومش شايفها. الصحبة الحلوة وضحكة أمي وونس أهلي، حاجات كتيرة قوي بتعدي علينا عادي، بس للأسف مش بنشوفها عشان احنا مش حاسين بقيمتها، مش بنحس بقيمة الحاجة إلا لما بتروح مننا، وساعتها ولا ندم ولا أي حاجة ممكن ترجعها تاني. والخوف من الموت دايما بقى في بالي، مش إن أنا أموت قد ما الموت لو دق باب حد في حياتي بحبه أهملته، قطعته أو كنت ضامن وجوده، بقيت بخاف عشان بقيت متأكد إني مش هعرف أرجعه تاني ولو بكيت الباقي من عمري. وبدأت أشوف حاجات ما كنتش شايفها وأحس بحاجات عمري ما حسيت بيها. اعرف يا صاحبي قيمة اللي في إيدك قبل ما الزمن يسرقه، لأن سرقة الزمن هي الجريمة الوحيدة اللي بيتم فيها معاقبة المجني عليه. محمد الهجان.